واحنا في طريقنا لمكان طبعا كل الزوار جم من انحاء العالم لازم يتوقفوا عنده. واحد، بحيره مقدسه. اتنين، المسله المكسوره الخاصه بالملكه حتشبسوت. والحاجه الثالثه الجعران. البعض بيعتقد بقى طبعا في الجعران ده ان هو لجلب الحظ، وده ما فيش فيها كلام، انه اعتبر المصري القديم هو اله شروق الشمس. شمس يعني حظ، يعني حياه، يعني سعاده، يعني خير، يعني كل حاجه. فلذلك حتى لو لاحظنا انه جميع الزوار جايين من اي حته، لو بصينا بصه كده سريعه هنلاقي الزوار بيلفوا حوالين هذا الجعران كنوع من انواع التبرك، كنوع من انواع جلب الحظ. وبيلفوا على فكره ضد اتجاه عقارب الساعه، بعضهم بيلف 3، بعضهم بيلف 5، بعضهم بيلف 7. هم يعتقدوا انه ده يجلب لهم الحظ في حاله اللف حوالين الجعران. المسله بتاعت حتشبسوت هي حتشبسوت طبعا. وهنا من هنا هنلاحظ الفرق ما بين الحجم وما بين الارتفاع. ادي المسله اللي على اليمين اللي هي خاصه بالملكه حتشبسوت، والمسله اللي على الشمال خاصه بالملك تحتمس واحد، تحتمس الاول والد حتشبسوت. اتفقنا انه اللي على اليمين 29 متر حتشبسوت، واللي على الشمال تقريبا 21 متر. ولنا ان نتخيل حجم الواضح في الارتفاع او في الضخامه بتاعه المسلتين. المسله الثانيه هنا حتشبسوت وهي دي المكسوره. والحقيقه ادي الجزء اللي كنت عايز اتكلم عليه وانوه عليه تماما، ان هو الجزء ده القمه الهرميه المدببه، ده اللي ما يكونش عليه اي نقش، ده اللي كان متغطي بماده الالكتروم اللي هو ذهب وفضه. من اول هنا بنلاقي بقى الاسماء والخراطيش والكلام ده كله بتاع حتشبسوت. اسمها ماعد كاراع هنا، ها، ماعد كاراع، ادي خرطوش. وبالنسبه لكلمه خرطوش احب اقول كلمه، استغل الفرصه دي. كلمه خرطوش هو ما اسموش خرطوش، هو العلامه دي اسمها شن، والاسم جوها اسمه رن. ودي اللي احنا خدناها كمصريين حاليا بنقولها الفلان الفلاني له شنه ورنه، يبقى الشن رن، يبقى الاسم داخل خرطوش. امال كلمه خرطوش جت من فين؟ نابليون لما جه شاف المنظر ده اشبه ما يكون طلقه الخرطوش، فاطلق عليه كارتوش بوليت، خرطوش، طلقه الخرطوش. ومن الوقت ده احنا بنقول عليه كلمه خرطوش، وطبعا مصطلح خاطئ، ولكن الصح بتاعها شن رن او شنه ورنه. وعلى فكره الكلمه دي بتفكرنا بحاجات كتيره جدا، مش بس شنه ورنه. يعني عارف مناسبات معينه كده، وليكن احتفالات بمناسبه مثلا شهر رمضان او العيد، بنقول حاجه ما بنقولها وحوي يا وحوي، وحوي يا وحوي ايوحى. مفيش حاجه اسمها وحوي يا وحوي ايوحى. الهيروغليف تسمعها وحي ايح، يعني يا سعدي بالقمر، يا سعدي بالقمر، اللي احنا حرفناه بنقولها دلوقتي وحوي يا وحوي ايوحى. لكن مع ذلك في كلمات كتيره جدا، زي لما الواحد يبقى جعان او عايز ياكل ويقول انا باكل حتتك بتتك، لحمه على عظم، كان يوماني، سمنه على عسل او سمنه على طحينه، طحينه على عسل. الكلام ده كله الدارج اللي احنا مستمر معانا حتى وقتنا الحالي. وما ننساش لما نرجع من الصعيد الجماعه اللي في البرنامج يروحوا يسلموا على زوجاتهم هناك ويقولوا وحشتيني يا مرتي. مرتي مش كلمه قبيحه وكلمه صعيدي يعني تقول لها ايه ده انت قعدت لك كام يوم في الاقصر لسانك اتعوج. لا، مرتي جايه من كلمه مرت يعني يا محبوبتي. مرت يعني المحبوبه، مرت المحبوبتي، محبوبتي. البحيرة المقدسة. البحيرة المقدسة المفروض ان فيها المية دي بتبقى في اثناء الفيضان، البحيرة المقدسة. لكن مع وجود النيل مستمر بهذا الشكل يبقى في الحالة دي اصبحت المية مستمرة في 365 يوم في السنة.
البحيره دي 40 في 80 تقريبا، 40 متر في 80 يعني 3200 متر مربع. لو لاحظنا ان فيها سلالم، في كل حته فيها سلالم، اي جنب من الجنابها فيه سلالم، وده اللي كان بيجي زوار المعبد قبل ما بيدخلوا المعبد بينزلوا على السلالم دي، بيقوموا بعمليه الطهاره او الوضوء او يعني كليننج واشنج ريفرشمنت، اي حاجه بيطهر قبل دخول لهذا المكان. الجعران من الجرانيت، هو الجعران يعني الحظ، وهو قسم لنا المصري القديم ال 12 ساعة بتوع النهار إلى شروق وظهيرة وغروب، شروق وظهيرة وغروب. خلى الشروق خاص بالجعران وأصبح إله شروق الشمس. طب كل حاجة عملها المصري القديم لها سبب؟ طبعا لها سبب. هو لاحظ إن الجعران لما بيجي بيبيض في كومة روث وبيدفعها برجلينه الخلفيتين الكورة، وبيحصل توقيت التبييض ده وبيبيض في توقيت شروق الشمس بدري كده، فشاف ان هو بيدفع الكورة دي في اثناء شروق الشمس، فبص على الناحية التانية لقى الشمس بتشرق، فاعتقد ان هو الجعران اللي بيقوم بدفع الشمس انها تشرق. وهنا ربط المصري القديم الجعران بانه اله شروق الشمس.